طالبة في كلية علوم الرياضة وعايز تبدأي شغل في مجالين على حسب تخصصك. انتي واخدة طايرة وواخدة كاراتيه. اولا انا هتكلم عن الكاراتيه. لو انتي مش رخامة كلميني تنزلي تمرني معايا. لو انتي مش من شبرا الخيمة فانتي اكيد اتمرنتي كاراتيه، معاكي حزام بني على الاقل. طب يا كابتن مريم، انا ما اتمرنتش، انا ما اعرفش اصلا، ما خدتش حاجه في الكاراتيه. لا انزلي. طب هتعملي ايه؟ هتنزلي بقى تاخدي الاحزمه وتتمرني، ملهاش حل تاني. والمدرب اللي هو اتمرنتي عنده معاه تحت تدريب، بس انا ما انصحكيش تطولي في المده، يعني 6 شهور بالكتير قوي. وبعد كده شوفي نادي كبير، شوفي حاجه كويسه وان شاء الله خير. انتي كمان بتسالي على الطايره. لو انتي ما عندكيش فيها خلفيه قبل كده برضو وما عندكيش فيها حد يساعدك جوه مجال الطايره، انتي المفروض الكليه عندك هينزلوكي تحت التدريب، تعرفي على المدربين جوه وتعرفي على الناس. ابدأي في المجال وان شاء الله خير، واحده واحده. زي ما قلت قبل كده، جربي مركز شباب، جربي نوادي، جربي اكاديميات، شوفي الناس. نزلي عندك على الواتساب، اكيد انت تعرفي بنات زمايلك من دفعه في منهم مدربين، بنات زمايلك تانيين يعرفوا مدربين. فحاولي انت تظبطي دنيتك بالعقل وبالاسلوب، الدنيا معاكي هتظبط.